بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا اسمي سمر وعمري دلوقتي 35 سنة، وأنا اتجوزت من 10 سنين وجوزي أكبر مني ب3 سنين. وبصراحة أنا من أول ما اتجوزت وأنا كنت عايشة سعيدة معاه وخلفت منه ولد وبنت. أنا كنت أعرف جوزي من زمان لأنه كان صاحب أخويا، وأنا ليا أخ واحد بس، وجوزي كان صاحب أخويا وكان زميله في المدرسة، وهو كان بيجي عندنا البيت كتير، وكان بابا وماما معتبرينه كأنه ابنهم. وكمان كل الدروس اللي كانوا بياخدوها عندنا في البيت. بس جوزي كان أشطر شوية من أخويا في المذاكرة، واستمرت صداقتهم ببعض من زمان. وأنا صاحب أخويا اللي بقى جوزي بعد كده، وإحنا كنا بنحب بعض قوي. يمكن بدأنا نحب بعض من وإحنا في الثانوية، وكنا على طول بنكلم بعض في التليفون، وقصة حب جميلة عشناها أيام الجامعة. وهو أول ما خلص كليته إجا وخطبني من أهلي، وأنا أهلي فرحوا بيه قوي ووافقوا عليه على طول. وأنا كنت خلصت الجامعة وما اشتغلتش، وهو ساعتها كان جاهز ماديا، يعني أهله كان مستواهم المادي كويس، فساعدوه وجابوله الشقة، وكمان دفعوله كل التكاليف الجواز، واتجوزنا وعشنا سنين في منتهى السعادة. وسعادتنا كملت لما خلفنا ولادنا الاتنين، ولد وبنت، ربنا يخليهم لي يا رب. وانا جوزي كان تخصصه جراحة وتجميل، وعايزة اقول لكم انه هو كان شاطر جدا في تخصصه، رغم انه هو مش كبير في السن، وهو يعتبر في الثلاثينات من عمره، الا انه هو مشهور جدا وعيادته على طول زحمة. والحمد لله هو بيكسب كويس من شغله ومعيشني أنا والأولاد أحسن عيشة. يعني عايزة أقول لكم إنه أنا على المستوى المادي الحمد لله ما عنديش مشاكل مادية. وممكن أوي كتير منكم دلوقتي يفتكر إنه أنا مشكلتي إنه جوزي بيعرف ستات، أو يعني بيصاحب وليه علاقات نسائية بحكم إنه هو كل شغله مع الستات. أنا جوزي عمره ما عرف واحدة ست تانية غيري، أنا الست الوحيدة اللي في حياته، رغم إنه هو كتير بيروح لزباين ستات وبيبقوا زي القمر، لكن هو بتاع شغله وملوش في علاقات الستات. يمكن لو واحد تاني مكانه كان عرف دي وصاحب دي وخرج مع دي وياما عمل علاقات، لكن جوزي لأ. وبصراحة هو طول عمره وهو كويس معايا، وعمره ما قصر معايا في حاجة ولا في أي حق من حقوقي. يعني كانت علاقتنا ببعض علاقة كويسة جدا وما فيهاش أي تقصير، ولا من ناحيتي ولا من ناحيته. وأخويا هو كمان اتجوز بعد ما إحنا اتجوزنا بشوية، وكمان خلف، وهو ناجح في حياته العملية وبيشتغل في شركة كبيرة وماسك مركز كويس في شغله. ومراته تبقى صاحبتي وهو مبسوط وسعيد معاها، ومخلفين ولدين. وعلى طول إحنا بقالنا سنين أسرتي وأسرة أخويا مع بعض، يعني الأجازات والمصايف والخروجات على طول بنسافر سوا. وساعات كتير قوي يوم أجازة أسبوعية أنا كنت بلاقي جوزي وأخويا يخرجوا كده مع بعض ويغيبوا كام ساعة، وأنا كنت عارفة إن هما يا إما بيروحوا الجيم أو الكافيه، أو بيروحوا نادي يلعبوا، أو بيفصلوا شوية من جو البيت والشغل، فكانوا بيغيبوا الكام ساعة كده ويرجعوا. ده غير إنه أنا أخويا كان طول عمره وهو كويس معايا،
والمشكلة في إن من كام شهر واحد بس عرفت حاجة غيّرت كل حياتي، وبدّلت السعادة اللي أنا كنت عايشاها لتعاسة، وأنا من ساعة ما عرفت الحاجة دي وأنا هاتجنن، وفعلًا مش عارفة أعمل إيه. أنا عرفت إنه جوزي الدكتور المشهور وأخويا اللي يبقى صديق عمره على علاقة ببعض، يعني زي قوم لوط كده، وأنا للأسف متأكدة من اللي أنا بقوله، ويا ريتني كنت شاكة. أنا متأكدة من اللي أنا بقوله لأني شفت بعينيا وسمعت بوداني اللي عمري ما كنت أتخيل إنه يحصل أبدًا، وهم ما يعرفوش إني عرفت ولا أي حد يعرف المعلومة دي، أصلي بس هاقول إيه والّا هاقول لمين، وأنا مش عارفة هم ليه طلعوا كده، وليه هم بيعملوا اللي بيعملوه ده، ومش عارفة هم كده من زمان والّا من قريب، أنا دماغي فيها 100 سؤال وسؤال. ومش لاقية لولا سؤال فيهم إجابة، وإحنا في بيتنا أبويا وأمي كانوا معلمينا كويس أوي، وكانوا مربينا أنا وأخويا أحسن تربية، وعلمونا الصح والعيب والحلال والحرام، وطول عمرنا وإحنا ماشيين في حياتنا بما يرضي الله. وأنا عمري ما شُفت أبويا وأمي بيعملوا أي تصرُّف غلط أو حرام، وأنا مش عارفة إزاي بس الأمور توصل لكده، وأنا من ساعة ما عرفت وأنا مش قادرة أمسك أعصابي ولا قادرة أتعامل مع جوزي ولا مع أخويا ولا عايزة أشوفهم من أصله. ومن ساعتها وأنا بانام مع ولادي في الأوضة بتاعتهم، وباحاول أتجنب التعامل مع جوزي على قد ما أقدر، وطبعًا هو عارفني كويس وعارف طبعي، وعارف إنه في حاجة متغيرة، فكل أما يسألني مالِك أقول له ما فيش، مُجهدة شوية ومصدعة بس، وطبعًا كل راجل بيبقى عارف مراته وعارف طبعها وهو فاهم كويس أوي إنه أنا فيّا حاجة متغيّرة، وعلى قد ما كانوا هُم الاتنين جوزي وأخويا غاليين عليَّ، على قد ما أنا دلوقتي مش قادرة أشوفهم خالص ولا عايزة أعرفهم، أيًا كان السبب أنا خلاص أخدت قراري وفكرت وقررت إنه أنا أتطلق من جوزي، لإني مش قادرة أكمل حياتي معاه بعد اللي عرفته عنه، وأنا مشكلتي دلوقتي هي إني طبعًا لما هاطلب الطلاق رسمي منه لازم هاقول سبب الطلاق إيه، ولو ليه أنا ممكن أقول له ما فيش مشكلة. لكن أبويا وأمي وأهله هاقول لهم إيه؟ وهُم كانوا شايفينّي في منتهى السعادة معاه، يعني هُم بقى ليهم سنين وهُم شايفينّي سعيدة، لمّا مرّة واحدة أقول لهم أنا عايزة أتطلّق يبقى أكيد في حاجة حصلت ومخلّياني أطلب الطلاق، يعني ما أقدرش مثلًا أروح أقول لهم أنا مش مرتاحة والّا إنه طباعنا مش موافقة لبعض، ومش هيقتنعوا بالسبب ده، لإنه هُم بقى لهم سنين وهُم شايفينّي سعيدة ومبسوطة معاه. دلوقتي أنا عارفة ومتأكدة إنه أنا لمّا أطلب الطلاق من جوزي هو هيرفض يطلّقني، طيب لو هو رفض وأنا مش عارفة هل أنا من حقي إني أرفع عليه قضية الطلاق للسبب ده والمحكمة تحكم لي بالطلاق منه؟ وطبعًا لو رُحنا للمحكمة لازم أقول أسباب الطلاق إيه. والّا يبقى الطلاق بالمحكمة بفضيحة ليه وليّا، أنا عايزة أتطلّق منّه في أسرع وقت، لإني فعلًا مش عايزة أفضل عايشة معاه في مكان واحد، أنا بجد مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرّف إزاي في مشكلتي، يا ريت كل اللي يسمع حكايتي يقول لي أعمل إيه وأتصرّف إزاي عشان أتطلّق من جوزي من غير ما أهلي وأهله
يعرفوا سبب طلاقي منه، لإني مش عايزة أي حد يعرف اللي حصل معاه هو وأخويا.